احنا اول ما بنسمع كلمة تورتة بنتخض. ده انا هعمل 3 تورت فراولة وكراميل وكريز بعجينة سبونج واحدة وبنص كيلو. يلا بينا نشوف هتعمل ازاي. هجيب نص كيلو، هروح حاطة عليه 5 بيضات مع نص كوباية مية مع معلقة محسن، وهضرب يعني من 5 ل8 دقايق. معلش، هو انا تقريبا انا هنا بالظبط انا مكملتش حتى، يعني دوب هم 5 دقايق خد مني. انا طبعا في الاول حطيتها في طبق صغير فبعدين بدلتها، يعني عشان بس ايه ما تفتكروش ان ايه ده فيديو ده فيديو. انا كده خلاص خلصنا كده ال5 دقايق. هشيل بقى المضرب واجيب صينية مقاس 30 في 40 واحط فيها ورقة زبدة، يا اما تبطنيها يعني تدهنيها من تحت وسويها. وطبعا ده كله فرنك شغال على درجة حرارة 180، ومجهزة الرف الشبكة في الرف اللي في النص. هتساوي، وبعدين هتجيبي عود شيش طاووق وهتعملي الحركة الدائرية دي في كل الصينية، عشان انت مش هنخبطها تاني، مش هنخبط الكيكة الاسفنجية على الترابيزة. وهحطها في الفرن، مش هتاخد مني من 15 ل 16 دقيقة على فكرة. أول ما تخرج بسكينة ليها بوز كده شيلي الحرف اللي من فوق عشان ده بيبقى زفر، وهتشيلي من الجناب كده مش هتشيلي، هتفكيها كده من الجناب، وبعدين هنغطيها لغاية لما تبرد. طبعا أنا مش هغطيها وهي سخنة، أنا بستنى عليها كده تبرد كده في الهواء، بعدين أروح مغطياها لغاية تاني يوم أو بعد كام ساعة، يعني لغاية لما تبرد على الآخر. وأنا كنت بصراحة أنا عاملاها من قبلها بيوم عشان استخدمها تاني يوم. جبت العلب. بص الغلطة اللي أنا غلطتها، أنا قست من فوق. طبعا دي غلطة، أنا معرفش كانت دماغي فين يوميها، ومع ذلك أنا مرضيش أشيلها من الفيديو عشان أوريكي إن حتى لو غلطتيها عادي اتعاملي، شيلي الحتت دي وسويها. انما الباقي انا لا قسته بالمظبوط، يعني قسته من تحت كده. لازم تقلبي العلبه وتقيسيها من تحت. انا عملت علبه كبيره و3 علب صغيره، بس هو انا عامله بالفراوله والكريز والكراميل. انا هاجي اعمل الكريمه. جبت علبه كوبايتين كريمه لباني، انا بستخدم الاسباني، على نص كوبايه سكر بودره، على نص كوبايه كريمه لباني بودر، وربع كوبايه ميه. محتاجتش يعني يعني محتاجتش نص كوبايه، انا هو خدت ربع كوبايه ميه. وهضربها ضرب حلو. انا مش عايزاها تقيله قوي زي ما احنا بنعمل الكيكه الكريمه للكيك بالتجليس. لا، ده انا هنا هنحطها في ايه، عامله في علب. هجيب العلبه، هروح اسقيها بخليط التسقيه اللي هو عباره عن ميه ومعلقتين سكر، الخليط بتاع زمان خالص. هحط طبقه خفيفه من الكريمه. وهنا بقى ايه، هحط الكريز، سوري هنا مش الكريز ده، دي الفراولة. هحط هنا الفراولة. طبعا هما الاتنين لونهم قريب من بعض فانا اتلخبطت. هحط انا الفراولة دي مربى فراولة انا جايباها جاهزة، اللي هي برضو من مستلزمات الحلويات اللي هي بتاعت حشو. واحط طبقة تانية من الكريمة، وبمعلقة اروح مساوية، اشيلها كده اروح حطها في التلاجة. بعدين ابقى زينها من فوق. التانية برضو نفس الحكاية، هتسقيها وهتحطي حاجة بسيطة كده من الكريمة، طبقة بسيطة، وتسوي بالمعلقة. يعني أنا هخليكي تعملي تورتة، انت يعني مش محتاجين أدوات، هي ومعلقة بس وعلب بلاستيك والأكياس بتاعت الحلواني. هنا برضو الكريز برضو دي مربى بتاعت حشو، جايباها برضو من محلات مستلزمات الحلويات. بصراحة كان طعمها تحفة قوي. أنا عشان بحب الحاجة المزة كانت جميلة قوي بصراحة. هعمل بقى الكبيرة دي فراولة. انا ما حبيتش اسقيها بخليط بميه وسكر، لا انا كان عندي شربات فراولة حطيته مع شوية ميه، برضو كانت تحفة. هنحط بقى شوية مربى فراولة، او ممكن تعمليها انتي في البيت، تحطي الفراولة على النار مع سكر، مع بعدين تربطيها بمعلقة نشا. ده سهل قوي يعني. وبعدين هنا انا ما حطيتش في الاول كريمة، لا انا حطيت على طول خليط تسقية مع المربى، بعدين حطيت بقى الكريمة. هسويها واسيبها لما تبرد. انا كده دي التالتة.
بس انا انا يعني انا في اول الفيديو انا ما كنتش حاسبه التورتايه بتاعت الفراوله الصغيره. جيت هنا عملت الكراميل. الكراميل برضو انا سقيته عادي الكيكه، وبعدين عملت ايه الكراميل ان شاء الله يوم تاني ابقى اعمله واروح ايه حطاه لكم في فيديو لوحده، مع ان انا كنت عاملاه قبل كده بس طبعا في فيديوهات قديمه، بس ان شاء الله هعمله لكم قريب. هنا هنسويها حلو قوي وهنسيبها بقى ايه يبردوا في التلاجة. هجيب بقى طبعا واحده واحده. جبت بتاعه الكريز، حطيت عليها بقى صوص الكريز. انا صوص الكريز ده مش صوص اللي هي المربى دي، خففتها بايه بمعلقتين جل برضو مشترياهم من محلات مستلزمات الحلويات عشان يبقى خفيف شويه، عشان تبقى كده ماشيه معايا كده ايه عامله زي صيصه كده شويه. نيجي بقى للكراميل صوص التوفي. بصوا تقلوا، انا بس حطيت الكراميل في التلاجة اسويها وازين بيها براحتي. انا ممكن على فكره ممكن ما تزينيش من فوق، هي بيني وبينك هي كانت تقيله ومحليه قوي بتاعت الكراميل، او عشان انا ممكن يعني انا مياله قوي للحاجات المزه يعني. بس يعني طبعا ليها جماهيرها الموضوع ده الكراميل. في ناس طبعا عندي هنا عجبتهم على الاخر. انا بالنسبه لي لو جيتي الراي انا لا انا حبيت قوي الكريز والفراوله. هاجي بقى عايزه اجيب فراوله فريش، قطعيها كده مكعبات صغيره وحطي عليها جل اما الجل الابيض الشفاف وتروحي حاطه عليه نقطتين احمر، او تجيبي الجل بتاع الفراوله بيدي طعم حلو قوي كانه اللي هو اسمه المروار تقريبا، برضو في محلات بيقولوا عليه مروار تقريبا. يعني ليه طعم حلو قوي، ليه طعم عارفه الشربات، بس يعني على ان هو ايه تقيل حلو قوي. فانا جيت زينت هنا الكبيره. زيني براحتك طبعا، انا مش بعمل اوردرات، انا بعمل حاجه للبيت عندي. يعني ممكن يعني اي حد يجي يضحك على الشكل كده، واحد من الاشكال اللي انا مش عاملاهم متساويين، انا قصده على فكره. انا خلاص انا باجي في الاخر خلاص بقى انا عايزه اخلص. هنا حطينا كده الفراوله، وهنا ادي الكراميل زينتها كده من فوق، حطيت عليها حته شوكولاته، وادي الكريز، وادي الفراوله التانية. بقول لك انا خليكي تعملي تورته 4 تورت بنص كيلو سبونج. لغايه كده انا الفيديو بتاعي خلص، نتقابل ان شاء الله في فيديو تاني.